الأهلي يفوز على البنك الأهلي 1-0 بقدم وسام أبو علي. هدف رائع جدا، تقدر تقول كده هدف من الأهداف الغالية جدا. هدف بثلاث نقاط في الدقيقة 8. الأهلي كسب 1-0 بهدف وسام أبو علي، قدر يخطف الثلاث نقاط من البنك الأهلي. زي ما سموحة سجل هدف وقدر ياخد الثلاث نقاط او يخطف الثلاث نقاط من النادي المصري. المقاولين وسيراميكا كليوباترا تعادل 1-1. ارجع اقول لك ان الاهلي 18 مباراه على التوالي بدون خساره، يتخطى مارسيل كولر رقم من والجزيه 17 مباراه بدون خساره. الاهلي يحتل المركز الاول في الدوري برصيد 75 نقطه. المركز الثاني بيراميدز 70 نقطه. الاهلي لسه باقي له مباراتين مؤجلتين، يعني تقدر تقول كده الاهلي قاعد له مباراه او اتنين، تقدر تقول اخذ الدوري فعلا. وسام ابو علي يتصدر قائمه الهدافين ب 15 هدف. وطبعا مش عايز اقول لك ان وسام ابو علي لعيب خطير جدا او مهاجم بمعنى الكلمه. قدر زي ما قدر يخطف صداره الهدافين، قدر يخطف قلوب الاهلاويه اجمع. مهاجم كان غاب عن الاهلي فتره طويله، او تقدر تقول غيابه عن الاهلي فتره طويله. ما كانش فيه مهاجم زي وسام كده يذكرنا بعماد متعب. مهاجم تقدر يخطف لك الماتش او يخلص لك الماتش ويقدر يخطف الثلاث نقاط. طبعا ثلاث مباريات على التوالي ياخد راجل المباراه، وده حقه فعلا. نادي البنك الاهلي كان ليه هدف سجله، ولكن الهدف تسلل واضح زي ما ظهر في الفار، الحكم لغى الهدف. عايز اقول لك يا صديقي ان المباريات اللي جايه للاهلي مباريات صعبه جدا، ولكن طبعا تقدر تقول كده المباريات ديت هتعدي والاهلي هياخد الدوري. الزمالك في المركز السابع بعد ما كان في المركز الخامس، ولكن المباراه النهارده هيلعبها الساعه 9 مساء بتوقيت القاهره. الاهلي بيعتمد على رضا سليم مكان بيرسيتاو. الله اعلم اذا كان بيرسيتاو عامل مشاكل في النادي او مرسل كولر راكن بيرسيتاو الفتره دي ما بنشوفوش في الملعب، ولكن بنشوف رضا سليم بيلعب ال 90 دقيقه او ال 70 دقيقه، يعني بيديله وقت كتير جدا في المباراه. بيبدا اساسي. في الاول ما كانش بيبدا اساسي طبعا، كان بيبدا بيرسيتاو اساسي، ولكن احنا بنشوف رضا سليم ما شاء الله بيتالق وبيقدم ماتشات كويسه، وان شاء الله يرجع لمستوى احسن. عندك طبعا كريم فؤاد. مش عايز اقول لك ان كريم فؤاد من افضل اللعيبه اللي ظهرت في وقت متاخر جدا من بعد دوري ابطال افريقيا في النهائي. هو بيأدي مباريات جميله جدا، وبنشوف كل ما شاء الله كل شويه مستوى بيعلى بتاع كريم فؤاد. لعيب جميل جدا، او لعيب اثبت وجوده من بعد رجوعه. طبعا بيعتمد عليه مستر كولر في اغلب الاوقات. طبعا اكرم توفيق ان مجهوده ثابت ما شاء الله عليه، يعني بيزيد. يعني مجهود اللعيبه دي المفروض ان عليها كميه المباريات دي تكون عندها مثلا اجهاد او تعب انك تلعب كل 3 ايام مباراه، وراجع من بطوله زي دوري الابطال. يعني ضغط المباريات ديت في الملعب ضغط يعني تقيل، انك انت تكمل في التألق ده او تكمل انك كنت على نفس الريتم من اول موسم وترجع من دوري ابطال افريقيا تلاقي نفسك متاخر في الدوري، بعدين تبدا تلعب كل 3 ايام مباراه صعبه على المدافعين. والا ما كانش محمد عبد المنعم قال ان يعني قعد اشتكى وقال انه صعب جدا انك تلعب كميه المباراه، وفعلا هو لعب كميه مباريات كبيره الموسم ده او كتير الموسم ده، تقريبا من اكثر لعيبه الاهلي اللي لعبت مباريات سواء كان في دوري الابطال او مع منتخب مصر او مع الاهلي في الفتره دي في الدوري. يعني من الاخر كده انت دوست عليه جامد جدا. مش بس يعني محمد عبد المنعم، لا، الاهلي عنده ضغط مباريات الموسم ده، وفي لعيبه اخذت يعني كان معتمد عليها مستر كولر اعتماد كامل، فكانت بتاخد المباراه كامله زي رامي ربيعه وغيره وغيره وغيره. وما شاء الله رامي ربيعه مستواه يعني نقدر نقول انه الموسم ده رجع لمستوى رامي ربيعه المستويات القديمه، طبعا بخلاف الاصابه اللي كانت بتجيله تقعده فتره طويله. يعني ما شاء الله تألق واضح، ولسه كمان الاهلي عاوز يجيب مهاجمين وعايز يعمل صفقات جديده طبعا عشان التيم وكده. يعني تقدر تقول ان شاء الله الموسم الجاي او الموسم اللي فيه باذن الله يخلص ده، الدوري ده يخلص ويكون ان الاهلي جاب سكواد عالي جدا. يعني جاب سكواد زود، جاب لعيبه جاب لعيبه كمان اجانب لانه عايز يمشي الاستاو، مشى ديانج. وطبعا وسام ابو علي محسوب عليك لعيب مصري.
يعني مش تبع الاجنبي. ولو خلص المهاجم الثاني اللي هو جاي من بره برضه اللي هو فلسطيني، هيكون برضه مهاجم مصري مش محسوب عليك اجنبي. فبالطريقه دي هيكون عندك اماكن تقدر تجيب فيها مهاجمين او تجيب فيها نص ملعب او باكات، طبعا في ظل غياب معلول. يعني ان شاء الله الموسم القادم هيكون من الاهلي سكواد عالي جدا. اتمنى تكون الفيديو عجبك، ما تنساش بقى لايك وشير عشان نزيد القناه ان شاء الله، واتمنى الاهلاويه يدعمونا باذن الله تعالى.